تعالوا بقى نتكلم على موضوع الاريا ستيل ماكسيمم. اول حاجه بس هنفرق ما بين نقطتين مهمين، الا وهي نوع المومنت ريزيستنج فريم. انا النظام الانشائي اللي انا فرضه للمبنى عامل ازاي. فدلوقتي هنتكلم على الاوردينري والانترميديت مومنت ريزيستنج فريم، تمام. السبيشال هنتكلم عليه قدام شويه ان شاء الله، تمام. طيب اول حاجه لو دخلنا على كلاستر 933 على الكومنتري بتاعه، قلنا الفرق ما بين البند والتعليق. دايما بيبقى في الكود الامريكي على كل بند فيه تعليق، التعليق هو الكومنتري بيبقى متميز برقم الار اللي قبليه ده، تمام. ريكومندد يعني، تمام، عظيم. فهنبص نلاقي ان الرينفورسمنت سترين ليميت ان نمبر ستريسد بيمز، تمام. ايه الفكره بقى دي؟ هو بيقول لك هو ليه حاطط ليميت وازاي تطبق الليميت. بمعنى ايه الليميت ده؟ تعالى نتكلم. اول حاجه انا عندي كاميرا ما وليكن قطاعها 200 في 600. انا عند منطقه معينه بقول لا الكاميرا دي مش قادره تشيل اكتر من كده. طبعا هتجيلي الفكره بتاعت طب ما انا ازود حديد الى ما لا نهايه لحد ما القطاع كله يبني حديد. طيب هل في ليميت للموضوع ده؟ والليميت ده محطوط ليه؟ هو ده البند، تمام. طيب فاول حاجه لو هنتكلم في الليميت ده محطوط ليه، تعال كده نقرا الكلمتين دول ونفسرهم. الكود قال لك the effect of this limitation is to restrict the reinforcement ratio in non-prestressed beams to magnitude flexure behavior in case of overload and overload، تمام. طيب يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الايفكت او التاثير بتاع الليميتيشن دي هيكون بمثابه رباط، كاني يعني همنع حاجه، تمام. الرينفورسمنت ريشيو ان انا ما ازودش، همنع ان انا ازود الرينفورسمنت ريشيو، نسبه التسليح في النمبر ستريس بيم اللي هي الكاستنسيتي بتاعتنا الطبيعيه، تمام. تو ماجنتيود بريتل فليكشر بيهيفير ان كيس اوف اوفرلود. تو ماجنتيود البريتل يعني هو عايز يوصل ان ما يبقاش عنده بريتل فيلير يحصل. طب ايه قصه البريتل فيلير دي؟ لو كلنا فاكرين الفرق ما بين سلوك الخرسانه وسلوك الحديد تحت منحنى السترين اللي هو الاسطاله والستريس كيرف، تمام. كان ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم كان بسيط، الا وهو ان الكونكريت بتشتغل معانا مع ذات التحميل، السترين بتاعها بيزيد لحد مرحله معينه، عند المرحله دي بيبتدي يحصل في الكونكريت كراكنج. الفكره ان الموضوع بيكون مفاجئ، يعني لو خرسانه ما فيهاش حديد تسليح هيبتدي تشرخ ويحصل فيها كسر بريتل مفاجئ على طول، تمام. اما الحديد تعال بص كده مع زياده التحميل عليه او الشد، لان هو الحديد بيشيل الشد تمام، يبتدي يعلى بشكل لينير لطيف جدا لحد مرحله ما اسمها اليلدنج اللي هو اجهاد الخضوع اللي احنا كلنا عارفينه. بعد فكره ما يحصل له اجهاد خضوع يبتدي يخش من مرحله الالاستيك لمرحله البلاستيك. ايه الفرق بينهم؟ الالاستيك ببساطه ان انا هحمل على حاجه سواء شد او ضغط، ده فكره عموما، تمام. سواء شد او ضغط، اول ما هوقف التحميل او الشد العينه او الشيء اللي انا بمارس عليه القوه دي هيرجع لوضعه الاصلي بشكل طبيعي، يعني تمثلها بحته مطاط بتشدها وتسيبها فخلاص بترجع زي ما كانت، تمام. طيب في البلاستيك لا، البلاستيك عارف لما تبتدي تتني الحديد بشكل كبير لغايه ما تخليه متني تماما، ساعتها هو عدى اجهاد الخضوع، عشان ترجعه تاني عايز فورس في الاتجاه المغير، صح؟ لكن هو مش هيرجع لوحده. هو ده الفرق بين الالاستيك والبلاستيك، تمام. فالحديد بيقدر يخش في مرحله البلاستيك بشكل كويس، يعني يقعد فتره في مرحله البلاستيك. طب ده هينتج عنه ايه؟ لما يكون عندي خرسانه مسلحه والحديد يبقى فيه سترين عالي قوي اعلى من الخرسانه بشكل كبير، وابتدى ان هو طوله يزيد معاك، هيعمل شروخ في الخرسانه، فالناس السكان في المبنى ده هتعمل بقى ريبير، هتخرج من مبنى هيتزال زي ما يكون القرار ساعتها. بس المهم ان الكود بيهدف بشكل كبير، يعني اول هدف عند الكود هو لايف سيفتي، فهو كده هيحدد الناس ما يبقاش عندها مشاكل ان في ناس تموت او يحصل كوارث بالشكل ده، يعني تمام. عظيم. فهو كده قال لك ان هو عايز يبعد عن فكره البريتل فيلير، الانهيار القصف في حاله الاوفرلود، تمام. قال لك ان الليميتيشن دي مش بتطبق على البريستريسد بيم، احنا كده بنتكلم على الكاستنسيتي. وبعدين بيجي يقول لك ان هو قبل 2019 في الاكواد اللي قبل كده قال لك احنا كان عندنا مينيمم سترين 0.004 لازم نوصل، يعني لازم الحديد يحصل له استطاله لغايه ما توصل قيمه الاستطاله دي ل 0.004، تمام. معنى كده ان الاستريس على الحديد هيكون عالي، يعني كل ما هعلي الاستريس
كل ما الاسترين بتاعه هيزيد. فانا مش هسمح بديزاين الاسترين اللي بيحصل فيه للخرسانه اعلى من الحديد. طب ده ممكن يحصل امتى؟ لما انا ازود حديد. لو عندي حديد كتير جدا في القطاع، فبالتالي ساعتها الاسترين اللي هيبقى او الاستطاله اللي هتبقى حاصله للحديد تبقى قليله، واللي بتحصل للخرسانه كبيره، فهو مش عايز الكلام ده. تمام؟ فقال لك والله احنا كنا في قبل 2019 كنا حاطين ليميت لبوينت اللي هو 0.004 ان هو يحصل للحديد، بس بدايه من 2019 قال لك لا، اضمن لي بس ان القطاع يكون تنشن كنترول. ايه قصه بقى التنشن كنترول؟ تعالوا بقى نتكلم على موضوع الاريا ستيل ماكسيمم. اول حاجه بس هنفرق ما بين نقطتين مهمين، الا وهي نوع المومنت ريزيستنج فريم. انا النظام الانشائي اللي انا فرضه للمبنى عامل ازاي. فدلوقتي هنتكلم على الاوردينري والانترميديت مومنت ريزيستنج فريم. تمام؟ السبيشال هنتكلم عليه قدام شويه ان شاء الله. تمام؟ طيب. اول حاجه لو دخلنا على كلاستر 933 على الكومنتري بتاعه، قلنا الفرق ما بين البند والتعليق. دايما بيبقى في الكود الامريكي على كل بند فيه تعليق، التعليق هو الكومنتري بيبقى متميز برقم الار اللي قبليه ده. تمام؟ ريكومندد يعني. تمام؟ عظيم. فهنبص نلاقي ان الرينفورسمنت سترين ليميت ان نون ستريسد بيمز. تمام؟ ايه الفكره بقى دي؟ هو بيقول لك هو ليه حاطط ليميت وازاي تطبق الليميت. بمعنى ايه الليميت ده؟ تعالى نتكلم. اول حاجه انا عندي كاميرا ما وليكن قطاعها 200 في 600. انا عند منطقه معينه بقول لا الكاميرا دي مش قادره تشيل اكتر من كده. طبعا هتجيلي الفكره بتاعت طب ما انا ازود حديد الى ما لا نهايه لحد ما القطاع كله يتملي حديد. طيب هل في ليميت للموضوع ده؟ والليميت ده محطوط ليه؟ هو ده البند. تمام؟ طيب. فاول حاجه لو هنتكلم في الليميت ده محطوط ليه، تعالى كده نقرا الكلمتين دول ونفسرهم. الكود قال لك the effect of this limitation is to restrict the reinforcement ratio in non-prestressed beams to magnitude flexure behavior in case of overload and overload. تمام؟ طيب. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الافكت او التاثير بتاع الليميتيشن دي هيكون بمثابه رباط، يعني همنع حاجه. تمام؟ الرينفورسمنت ريشيو ان انا ما ازودش، همنع ان انا ازود الرينفورسمنت ريشيو نسبه التسليح في النون بريستريس بيم اللي هي الكاستنسيتي بتاعتنا الطبيعيه. تمام؟ تو ماجنتيود بريتل فليكشر بيهيفير ان كيس اوف اوفرلود. تو ماجنتيود البريتل، يعني هو عايز يوصل ان ما يبقاش عنده بريتل فيلير يحصل. طب ايه قصه البريتل فيلير دي؟ لو كلنا فاكرين الفرق ما بين سلوك الخرسانه وسلوك الحديد تحت منحنى السترين اللي هو الاسطاله والستريس كيرف. تمام؟ كان ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم كان بسيط، الا وهو ان الكونكريت بتشتغل معانا مع ذات التحميل، السترين بتاعها بيزيد لحد مرحله معينه، عند المرحله دي بيبتدي يحصل في الكونكريت كراكنج. الفكره ان الموضوع بيكون مفاجئ، يعني لو خرسانه ما فيهاش حديد تسليح هيبتدي تشرخ ويحصل فيها كسر بريتل مفاجئ على طول. تمام؟ اما الحديد تعال بص كده مع زياده التحميل عليه او الشد، لان هو الحديد بيشيل الشد. تمام؟ بيبتدي يعلى بشكل لينير لطيف جدا لحد مرحله ما اسمها اليلدنج اللي هو اجهاد الخضوع اللي احنا كلنا عارفينه. بعد فكره ما يحصل له اجهاد خضوع يبتدي يخش من مرحله الالاستيك لمرحله البلاستيك. ايه الفرق بينهم؟ الالاستيك ببساطه ان انا هحمل على حاجه سواء شد او ضغط، ده فكره عموما. تمام؟ سواء شد او ضغط، اول ما هوقف التحميل او الشد العينه او الشيء اللي انا بمارس عليه القوه دي هيرجع لوضعه الاصلي بشكل طبيعي. يعني بتمثلها حته مطاط بتشدها وتسيبها فخلاص بترجع زي ما كانت. تمام؟ طيب في البلاستيك لا، البلاستيك عارف لما تبتدي تتني الحديد بشكل كبير لغايه ما تخليه متني تماما، ساعتها هو عدى اجهاد الخضوع، عشان ترجعه تاني عايز فورس في الاتجاه المغير، صح؟ لكن هو مش هيرجع لوحده. هو ده الفرق بين الالاستيك والبلاستيك. تمام؟ فالحديد بيقدر يخش في مرحله البلاستيك بشكل كويس، يعني يقعد فتره مرحله البلاستيك. طب ده هينتج عنه ايه؟ لما يبقى عندي خرسانه مسلحه والحديد يبقى فيه سترين عالي قوي اعلى من الخرسانه بشكل كبير، وابتدى ان هو طوله يزيد معاك، هيعمل شروخ في الخرسانه، فالناس السكان في المبنى ده هتعمل بقى ريبير، هتخرج من المبنى هيتزال زي ما يكون القرار ساعتها. بس المهم ان الكود بيهدف بشكل كبير ان اول هدف عند الكود هو لايف سيفتي، فهو كده هيحدد الناس ما يبقاش عندها مشاكل ان في ناس تموت او يحصل كوارث بالشكل ده يعني. تمام؟
عظيم. فهو كده قال لك ان هو عايز يبعد عن فكره البريتل فيلير، الانهيار القصف في حاله الاوفرلود. تمام؟ عظيم. قال لك ان الليميتيشن دي مش بتطبق على البريستريس بيم، احنا كده بنتكلم على الكاست ان سيتيو. بعدين بيجي يقول لك ان هو قبل 2019 في الاكواد اللي قبل كده قال لك احنا كان عندنا مينيمم سترين 0.004 لازم نوصل، يعني لازم الحديد يحصل له استطاله لغايه ما توصل قيمه الاستطاله دي ل 0.004. تمام؟ معنى كده ان الاسترس على الحديد هيكون عالي، يعني كل ما هعلي الاسترس كل ما الاسترين بتاعه هيزيد. فانا مش هسمح بديزاين الاسترين اللي بيحصل فيه للخرسانه اعلى من الحديد. طب ده ممكن يحصل امتى؟ لما انا ازود حديد. لو عندي حديد كتير جدا في القطاع، فبالتالي ساعتها الاسترين اللي هيبقى او الاستطاله اللي هتبقى حاصله للحديد تبقى قليله، واللي بتحصل للخرسانه كبيره. فهو مش عايز الكلام ده. تمام؟ فقال لك والله احنا كنا في قبل 2019 كنا حاطين ليميت لبوينت اللي هو 0.004 ان هو يحصل للحديد، بس بدايه من 2019 قال لك لا، اضمن لي بس ان القطاع يكون تنشن كنترولد. ايه قصه بقى التنشن كنترولد؟ تعال نرجع بالذاكره شويه ايام الكليه او الكود المصري. تصنيف السكشنز بيكون 3 حاجات. تمام؟ كنا بنعرف ان عندنا حاجه اسمها اندر رينفورسمنت، حاجه اسمها بالانس سكشن، وكان عندنا حاجه اسمها اوفر رينفورسمنت. صح كده؟ طيب ده كان بالنسبه لنا نفس المفهوم، بس في الكود الامريكي اسمه تنشن رينفورسمنت، والبالانس سكشن والكمبريشن رينفورسمنت. ما نسجلش اصلا. يا ابني الوسخه، يا ابني الوسخه.